قتل صاحب عمره بدم بارد وعاش 6 سنين مع عشيقته في الحرام. بيقول إنه مظلوم علشان الظروف اللي أجبرته على كده. متهمين قضية الساحل بيقولوا للشيطان قوم وإحنا نقعد مكانك، ورغم صدور قرار بإحالة أوراقهم للمفتي بيقولوا من جوه قفص الاتهام إحنا هنطلع منها زي الشعرة من العجينة. هل ممكن يفلتوا منها؟ وليه بيقولوا كده؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. في الساعات اللي فاتت السوشيال ميديا كلها ملهاش سيرة غير محاكمة المتهمين في قضية طبيب الساحل، الدكتور أسامة، اللي راح غدر على إيد أقرب صاحب ليه وعشيقته والممرض المساعد بتاعه. وعلى الرغم من إن جريمتهم البشعة هزت مصر كلها، لكنهم لحد دلوقتي مش مقتنعين إنهم مجرمين، وكانوا قاعدين في القفص ماسكين إيد بعض وبيقولوا للناس إحنا أبرياء وما عملناش أي حاجة. أما المساعد بتاعهم فما كانش بينطق بولا كلمة. لكن الغريب إنه رغم إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي إلا إنهم شايفين إنهم هيخرجوا منها، وإن وجودهم في السجن هو مجرد وقت. ومش بس كده، ده المهم إن أحمد شحتة قال إنه هيخرج منها علشان هو ما عملش أي حاجة، وإن الظروف هي اللي أجبرته لكده، وأسامة هو اللي استفزه علشان معاه فلوس كتير. الغيرة في قلب أحمد كانت واضحة لدرجة إنه لما خلص على أسامة كان بيتفنن في تعذيبه. فضل لمدة 3 أيام يحقنه بمخدر بنسبة 40% علشان يكون حاسس بكل حاجة بتحصل له، لكن مش قادر يتحرك من مكانه ولا يعمل أي حاجة. ومش بس كده، ده استعان بممرض علشان يركب له قسطرة في أماكن حساسة في جسمه، وعملوا له حفرة على مقاسه في عيادته. ورغم استغاثات أسامة لأحمد صديق عمره، ورغم إنهم كانوا أخدوا الفلوس وكل حاجة هم عايزينها، لكنهم رفضوا يسيبوه لحد ما مات بالبطيء. طب ليه المتهمين متأكدين إنهم هيخرجوا منها براءة؟ الناس بتقول إنه اللي هم فيه ده نوع من أنواع الصدمة، هم مش مدركين اللي وصلوا ليه وإنه حياتهم اتقلبت في يوم وليلة بالشكل ده. أما عن وجودهم جوه القفص وهم ماسكين إيد بعض مجرد محاولات فاشلة توهم الناس إنهم أبرياء فعلا. لكن الغريب بقى إنه في ناس اتعاطفت مع أحمد وإيمان وشايفين إنهم أبرياء، والظروف هي اللي أجبرتهم لكده، واللي ما كانوش عاشوا مع بعض 6 سنين في الحرام. يعني من الآخر هما كانوا بيحاولوا يتجوزوا والشيطان وزهم علشان غيرتهم من أسامة بسبب وضعه المادي والاجتماعي. دلوقتي جه دوركم تقولولنا تفتكروا إيه مبرر تصرفاتهم دي، وادعوا للدكتور أسامة بالرحمة والمغفرة.